هل يا فندم في يعني اتجاه جوه مجلس النواب ان يبقى في تعديلات على برنامج الحكومه من خلال الحاجات اللي بتطرحها النواب والافكار اللي بتطرحها النواب على تعديل بسيط في بيان الحكومه او تعديلات بسيطه يعني؟ الحكومه غير قادره لانها تعمل اي تعديل على البرنامج غير قادره ولا رافضه؟ لا، هي رافضه وغير قادره الاثنين. انا بقول للحكومه من خلال الموقع بتاعك ان لو الحكومه غير قادره على سداد الدين، انا بكل شجاعه بقول انا قادر على تسديد الديون، واقول لهم ازاي يسددوا الدين. لو الحكومه عايزه انا جاهز لان اسدد لهم ديونهم، اقول لهم ازاي يسددوا الديون. يعني حضرتك جاهز مش ماديا، جاهز بفكره لتسديد الديون؟ هو انا مش مطلوب نسدد الحكومه باموال، مطلوب نسدد دين الحكومه بفكر، لان هو الفكر اللي بيعمل الفلوس. اوروبا ما عندهاش موارد طبيعيه، لكن عندها فكر وعندها موارد بشريه، عشان كده عندها فائض في الميزانيه ونسبه النمو عندها عاليه جدا. احنا عندنا نسبه العجز، احنا بنتكلم في عجز وهم بيتكلموا في زياده، وده ناتج فكر وليس ناتج موارد. لان من الاخر كده واحد يملك 1,000,000 جنيه وتصرفاته صبيانيه، بعد ايام قليله ال1,000,000 جنيه هيتبدل وما يبقاش معاه ولا جنيه. واحد معاه 10 جنيه لو فكر ازاي يستثمرها صح ويشغلها صح، ممكن ال10 جنيه توصل 1,000,000 جنيه. وده الفرق بيننا وبين الدول المتقدمه. طب يا فندم يوم الاربعاء يبقى في تصويت على بيان الحكومه، هل حضرتك هتصوت كده بلا؟ اكيد مفيش شك، حتى وان كنت انا هصوت بلا، لكن الحكومه هتاخد نعم الثقه. المجلس هيمنح الحكومه الثقه، ولكن هيمنحها الثقه لان الدستور منع البرلمان من عدم اعطاء الحكومه الثقه. لان ببساطه الخطأ الدستوري اللي موجود ان الحكومه المجلس ما منحهاش الثقه، الحل البديل ان المجلس يشكل حكومه، ومجلس لا يوجد به اغلبيه تشكل حكومه فغير قادر على تشكيل حكومه، فتكون النتيجه عدم قدره البرلمان على تشكيل حكومه. وفي الحاله دي يعتبر المجلس منحل هو والحكومه، ونرجع لنقطة الصفر من البداية وتنهار الدولة مرة أخرى سياسيا. فلا بد أن الحكومة دي برغم عدم رضاء المجلس عنها، إلا أن المجلس دستوريا مضطر يدي للحكومة الثقة، يمنح الحكومة الثقة.